تخيلوا بقى لما شاب يخلص كليه حقوق ويكون مصدر رزقه الوحيد عربيه البرجر اللي انتوا شايفينها دي. والشاب ده اسمه عبد الله وعنده 29 سنه من القاهره. دخل كلمني وقال لي اللي هو دفع دم قلبه في العربيه دي، والعربيه بتاعته اسمها ريفولفر برجر. عجبني في عبد الله اللي هو شاب طموح جدا ونفسه يبقى حاجه. قال لي حبيت اكلها بالحلال لان الحرام مفيش اسهل منه. وطبعا زي ما انتوا شايفين اليومين دول في شباب كتير بيتجه اتجاهات وحشه جدا وانتوا عارفين كويس الحاجات دي. هو شغال كل حاجه بقى هاند ميد، سواء اللحمه او تتبيله الفراخ هو اللي بيعملها، بيجيب كل حاجه فريش وبيتبل على ايديه. يعني تخيلوا كده وحطوا نفسكم مكانه اللي دوت مصدر رزقه الوحيد وبيقف كل يوم في عز البرد علشان ده مصدر رزقه. فيا ريت اللي هيشوف الفيديو دوت يعمل لايك وكومنت واكسبلور عشان نكون سبب بسيط في رزق الراجل المحترم ده. بص بقى، لو انت من القاهره هتنزل محطه مترو منشيه الصدر، هتطلع تركب توك توك لحد كشري ابو ربيع. العربيه مكانها بقى في شارع مصر والسودان عند اسماك السلطان، وهو برضه واقف قدام مدرسه النقراشي بالظبط. اي حد يروح بالفيديو ويطلب 3 سندوتشات هياخد كولا هديه. وتخيلوا بقى سعر السندوتشات عنده بتبدا من 70 جنيه واغلى سندوتش عنده ب 130 جنيه. المفروض ان انا هبدا باول سندوتش، هو